بعد الخسارة أمام كرواتيا، وليد الركراكي يتذكر أنه عربي. إنه لأمر محزن أن تجد بعض الجماهير المغربية يتبرؤون من هويتهم العربية والإسلامية، وكل هذا للأسف من أجل كرة القدم، وكأن كرة القدم هي التي ستحرر فلسطين والمسجد الأقصى وتنقذ آلاف القتلى من الأطفال. وبعد كل هذه التصريحات، ما المطلوب من المشجع العربي؟ أن يشجع الفريق المنافس للمغرب مثلا؟ إنه لأمر مثير للسخرية. وعلى الجانب الآخر، خرج وليد الركراكي بتصريح بعد الهزيمة أمام كرواتيا يقول: التف العرب والأفارقة والمسلمون حولنا وتمكنا من منحهم لحظات فرح، وهذا بالنسبة لي أهم مكسب لنا. ولكن بعد ماذا؟ بعدما أزعجتم الجماهير العربية بتصريحاتكم المزعجة والجارحة، وكأن الهوية العربية سبة وشيء يستعرون منه. فلم ينسى الجمهور العربي تصريح الركراكي السابق وهو يقول أن منتخب المغرب يمثل المغرب وأفريقيا أولا، التصريح الذي أغضب الجماهير العربية. للأسف هذه النسخة من المونديال أثبتت أن العرب صعب أن يتحدوا، وما قام به المنتخب المغربي في نسخة قطر شيء كبير، ولكن بعد خروجها المشرف من كأس العالم يجب على الجماهير المغربية أن تعتذر للجماهير العربية، فليس جزاء الإحسان إلا الإحسان.